هو صحيح كلام الوظيفة الجديدة ده صح ولا غلط؟ تعال نشوف. هكتب ايه. يلا على البركة. ندخل على القاموس. والإنجليزي صعب ليه يا أخي كده؟ لو أنت في الثانوية العامة أو مش في الثانوية العامة وعايز تنمي حصيلتك اللغوية في اللغة الإنجليزية فالفيديو ده ليكم. سواء كنت في أولى أو تانية أو تالتة ثانوي فأنت أكيد محتاج كلمات عشان تبقى كويس في الإنجليزي، فلازم يكون عندك كلمات كتير عشان تبقى ممتاز. فاحنا هنعمل نظام عشان الكلمات تبقى كويسة وتقدر تحفظها. أول حاجة إن احنا هنعرض كل الكلمات سواء حرف الإيه أو حرف البي لحد حرف الزد، وهنخلي الكلمات تظهر بطريقة كويسة وهنجيب لك عليها صورة عشان توضح المعنى بتاعها. وهنقسم الكلمات إلى أسماء وأفعال وصفات وظروف وعبارات أخرى، وهنكمل في كل حرف لحد ما نوصل لحرف الزد. يعني مثلا في حرف الايه هنقول كلمات حرف الايه اللي هي الأسماء والأفعال والصفات والظروف وعبارات أخرى من الكلمات، وهكذا في حرف البي وحرف السي إلى حرف الزد. فاستنونا في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. لو عندكم أفكار حلوة وكويسة عايزين إن احنا نقدمها اكتبوا لنا في التعليقات، وسلام.